بيبدأ فيلم جولدن سكيب مع شخص بيستحمى في حمام سجن وفجأة بيهجم عليه رئيس عصابة اسمه السلطعون وبيفضل يضرب فيه. وفي الوقت ده بيوصل زعيم عصابة تانية اسمه دابياو وبنعرف ان الشخص اللي ضربه السلطعون فرد من عصابته، وبيتكلم دابياو مع السلطعون وبيقرر انه يدخل في قتال معاه من غير ما رجالتهم تتدخل، واللي هيكسب القتال هو اللي هيسيطر على السجن وبيوافق السلطعون. وفي اللحظة دي بيقاطعهم شخص من رجالة السلطعون اسمه تشينج وبيقرر انه يتخانق مع دابياو مكان رئيسه، وبيبدأ القتال. وبيكون دابياو قوي جدا وبيفضل يضرب في تشينج بكل شراسة، ولما بيحس السلطعون ان تشينج هيموت بيتدخل وبيهجم على دابياو وبتحصل خناقة قوية بين العصابتين. وفي اللحظة دي بيوصلوا الحراس للحمام وبيبعدوهم عن بعض، وفجأة بيمسك تشينج حديدة وبيكون عاوز يضرب بيها دابياو، بس بيشوفه واحد من الحراس وبيضربه وبيفقد الوعي. وقبل 3 شهور بنعرف ان تشينج كان بيشتغل كاتب افلام وبنشوفه هو واقف مع مخرج في بار، وفجأة المخرج ده بيضرب كاتب افلام تاني وبيكسر ايده بسبب انه مش عارف يكتب له نهاية فيلم. وبيتكلم مع تشينج وبيطلب منه يرجع له فلوسه اللي اخدها منه، وبنعرف ان تشينج مديون ليه بمبلغ كبير، وساعتها بيطلب منه المخرج انه يكتب له نهاية الفيلم في مقابل انه يسامحه في الفلوس اللي عليه، وبيديله مهلة 4 ايام. وقتها بيتضايق تشينج جدا لانها مدة صغيرة، وبيرجع تشينج لبيته ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وبيحاول انه يكتب لكنه بيفشل وبيتعصب وبيفضل يكسر في البيت. وفي اللحظة دي بيوصل له طرد من جده، فبيفتحه وبيلاقي فيه خريطة وبيستغرب جدا، فبيقرا الرسالة اللي في الطرد وبيعرفه جده انه الرسالة دي لو وصلت له هيكون مات، وبيفهمه ان اجداده سابوا كمية دهب كبيرة تحت الارض قبل سنين كتير لكن محدش قدر يوصل لها لان البريطانيين احتلوا الارض وبنوا عليها سجن اسمه تشيلانج. وبيعرفه ان المكان اللي فيه الدهب قدامه شجرة كبيرة وبيطلب منه يلاقي الدهب وياخده، فبيفرح تشينج جدا انه هيبقى غني وبيقرر انه يدخل للسجن ويدور على الدهب. وبعدها بيفضل يتفرج على افلام للسجون عشان يتأقلم على العيشة هناك. وتاني يوم بيدخل مكان وبيفضل يدمر فيه لحد ما الشرطة بتقبض عليه وفعلا بيدخل للسجن. وبعد شوية بيوصل تشينج لزنزانته وبيشوف السلطعون وهو بيحتفل مع رجالته بعيد ميلاده وبيفضلوا يرقصوا. وقتها بيلاحظ السلطعون ان تشينج قاعد لوحده، فبيروح له وبيتعرف عليه وبيديله اكل وبيقول له انه كان عنده صديق بنفس اسمه، وبيوعده انه هيكون في حمايته في فترة سجنه ومش هيسمح لحد يأذيه. وتاني يوم بيخرج تشينج لحوش السجن وبيتكلم معاه واحد من المساجين وبيعرفه ان سجن تشي لانج بيحكمه عصابتين، العصابة الأولى عصابة السلطعون وبيفهمه إنه شخص كويس وبيحب يساعد المساجين، والتانية هي عصابة دابياو وبيقول له إنه شخص متهور وشرس جدا والمساجين بتنضم لعصابته عشان خايفين منه وعاوزين يتجنبوه. وفي الوقت ده بيشوف تشينج الشجرة اللي جده قال له عليها وبيفرح جدا وبيفضل يتخيل الخريطة وبيقدر يحدد المكان اللي فيه الذهب. وبعدها بيروح له شخص من عصابة دابياو وبياخده لحمام السجن، وبيخاف تشينج جدا لما بيشوف رجالة دابياو محتجزة شخص وبيضربوه. وبنعرف إن دابياو بيجتمع مع المساجين الجداد عشان يخليهم ينضموا لعصابته. وقتها بيخاف تشينج إنه يرفض وبيضطر يوافق، ولكن فجأة بيوصل السلطعون للمكان وبيدافع عن تشينج وبيتكلم مع دابياو وبيعرفه إن تشينج في حمايته وإنه لو قرب منه هيخلص عليه. وبعدها بيفضل دابياو ورجالته يضايقوا تشينج وبيحطوا له حشرات في أكله وبيضربوه، وفي كل مرة بيتدخل واحد من رجالة السلطعون وبيدافع عنه. وبعد كام يوم بيجي الدور على تشينج في تنظيف السجن وبيستغل الفرصة دي عشان يدور على الدهب براحته، فبيوصل للمكتبة وبيشوف كتاب عن تاريخ السجن وبيتصدم لما بيقراه، وبيعرف ان زمان كان في بير كبير بس الشرطة قفلته، وبيخمن تشينج ان الدهب كان في البير ده وبيشوف موقعه على الخريطة، وبيعرف انه كان في أوضة للملفات السرية. وفي اللحظة دي بيوصل دابياو للمكان هو ورجالته بيضربوه، وبعدها بيلاحظ السلطعون ورجالته ان تشينج مختفي، فبيروح السلطعون لدابياو وبيسألوا عنه، ووقتها بيفضل دابياو يتريق عليه وما بيقدرش السلطعون يدافع عن نفسه عشان ما يأذيش تشينج. وساعتها بيعرفوا دابياو على مكانه، فبيروح السلطعون لسلة القمامة وبيلاقي تشينج هناك وبيفرح جدا انه بخير وبيعتذر له انه ما قدرش يحميه. وفي اللحظة دي بيقرر السلطعون انه يهجم على دابياو عشان ما يتجرأش عليه مرة تانية. وبعدها بينتشر الخبر في السجن وبيقرر تشينج انه يستغل انشغال الحراس بالخناقة ويسرق الذهب. وتاني يوم بتبدأ الخناقة بين العصابتين وبيفضلوا يضربوا في بعض، وفي اللحظة دي بيتسحب تشينج وبيسرق مفتاح أوضة الملفات السرية من ضابط الشرطة وبيهرب. ولما بيوصل عند الأوضة بيحاول يفتحها لكن بيظهر دابياو قدامه وبيمنعه. وفي الوقت ده بيظهر السلطعون وبيهجم عليه وبيحاول تشينج انه يفتح الأوضة، بس دابياو بيضربه وبيوقع المفتاح منه. وساعتها بيوصلوا الحراس للمكان وبيبعدوهم عن بعض. وبعدها بيتكلم السلطعون مع تشينج وبيفهمه انه مش هيتخلى عنه وهيفضل جنبه وهيحميه، لكن تشينج ما بيكونش عاجبه اللي بيحصل وبيقول له انه مش بيحب العنف، وبيعرفه انه في مهمة محددة وانه هيخلصها وهيرجع لبيته. وساعتها بيتضايق السلطعون من كلامه
وبيحس إنه مش عاوز يبقى فرد من عصابته. وفي اللحظة دي بيتكلم سجين مع تشينج بيكون سامع الحوار، وبيعرفه إن السلطعون كان عنده أخ اسمه تشينج وإنه كان بيحبه جدا لكنه مات في خناقة وهو بيدافع عنه. وبعد شوية بيروح تشينج وبيعتذر لسلطعون عن الأسلوب اللي اتكلم معاه بيه، وبيحكي له عن الورث اللي جده سابهوله، وبيقول له إنه دخل السجن عشان ياخده، وبيعرفه كمان إن في مخرج عاوز منه فلوس كتير ولازم يسدده وإلا هيتحبس. وقتها بيتأثر السلطعون بكلامه وبيقرر إنه يساعده عشان يوصل للذهب. وبعدها بيبدأ السلطعون ينفذ خطته وبيحط خشب مطحون في لبس واحد من الحراس، وده عشان الحارس ده عنده حساسية من الخشب وفعلا بيبدأ يتخنق، وبينقلوه لعيادة السجن. وهناك بياخد تشينج لبسه وبيتحرك بيه على أوضة الملفات عشان محدش يشك فيه. ولما بيوصل بيلاقي خريطة تانية هناك وبيعرف إن الذهب موجود في أوضة تحت الأرض، فبيروح وبياخد السلطعون لمكانها وبينزلوا فيها وبيبدأوا يستكشفوا المكان، وبيلاقوا جدار قدامهم. وبيتضايق تشينج جدا لأنه مش معاه معدات عشان يكسره، وساعتها بيقترح السلطعون عليه فكرة وبيصنع شنيور من الغسالات القديمة ومعدات السجن. وبعد شوية بيبدأوا يحفروا في الجدار وبيكون صوت الشنيور عالي، فبيسمعهم واحد من الحراس لكن بيتكلم معاه رجالة السلطعون وبيقدروا إنهم يشتتوه. وبعدها بينجح تشينج والسلطعون إنهم يكسروا الجدار، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا بيت قديم وراه، وبيتأكد تشينج إن ده بيت أجداده وبيروح عشان يدور على الذهب، ولكن بيتضايق جدا لما بيدور في كل مكان ومش بيلاقيه. وقتها بيروح السلطعون وبياخد خشبة أثرية من المكان عشان يحتفظ بيها، وفجأة بيتفتح باب سري وبيتصدم تشينج لما بيشوف الذهب قدامه وبيفرح جدا. وبيتكلم مع السلطعون وبيعرض عليه ياخد نسبة منه، لكن السلطعون بيرفض وبيفهمه إن دي فلوس أجداده وعيلته وهو ملوش حق فيها. وبعدها بيخططوا إنهم يخبوا الذهب في عربيات الغسيل، وده لأنها بتخرج من السجن كل يوم اتنين، وده نفس اليوم اللي تشينج هيخرج فيه، وبكده هيقدر ياخد الذهب من العربيات وهو بره السجن. وبالليل بيقعد تشينج مع السلطعون وبيسأله نفسه في إيه، فبيعرفوا السلطعون إن أمنيته الوحيدة هو إنه يشوف بنته وهي بتتخرج من الجامعة، وبيوعدوا تشينج إنه هيحقق له كل اللي نفسه فيه وهيخليه غني. وتاني يوم بيجهز السلطعون نفسه عشان يقابل بنته تشانشان، وبيقعد معاها وبيفرح جدا لما بيعرف إنها اتقبلت في الجامعة. وتاني يوم بيقرر السلطعون إنه يعمل معاهدة سلام مع دابياو عشان ما يقفش في طريق تشينج ويعمل مشاكل معاه، وبيروح له وبيقدم له أكل، لكن دابياو بيتريق عليه وبيكون فاكر إنه خايف منه، وساعتها بيتعصب السلطعون وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيؤمر دابياو رجالته إنهم يهجموا على واحد من عصابة السلطعون ويكسروا إيده، وفي الوقت ده بيهجم دابياو على تشينج وبيفضل يضرب فيه، وفجأة بيخبط دابياو في جردل بالغلط وبيقع الدهب على الأرض وبيتصدم أول ما بيشوفه. وفي الوقت ده بيهجم السلطعون عليه وبيحاول يخنقه بحبل وبيكون عاوز يموته، بس بيتدخل تشينج وبيبعدهم عن بعض. وساعتها بيسمع دابياو صوت الحراس وهي جاية عليهم، وبيخبي الدهب قبل ما يشوفوه. وبعدها بيتكلم تشينج مع السلطعون وبيفهموا إنهم لازم يخلوا دابياو يساعدهم في تهريب الدهب، فبيتعصب السلطعون عليه وبيعرفوا إن في واحد من رجالته إيده اتكسرت، وبيقول له إنه مش هيساعده تاني، وده عشان عاوز يتحد مع أكبر عدو ليه. وتاني يوم بيتفاجئ تشينج لما بيلاقي مخرج الأفلام اللي كان بيشتغل معاه موجود في السجن، وساعتها بيتعصب المخرج عليه لأنه لسه مرجعلوش الفلوس اللي أخدها منه وبيكون عاوز يضربه. لكن بيتدخل دابياو وبيدافع عن تشينج وبيهدد المخرج إنه لو قرب منه تاني هيخلص عليه. وبيتكلم دابياو مع تشينج وبيفهمه إنه هيساعده يهرب الدهب في مقابل نسبة منه، وكمان يساعده إنه يهرب معاه. فبيضطر تشينج إنه يوافق لأنه ما قداموش حل تاني بعد ما السلطعون رفض إنه يساعده. وتاني يوم بيبدأوا دابياو وتشينج يخططوا إزاي هيهربوا معاهم الدهب، وفي اللحظة دي بيوصل السلطعون وبيقرر إنه يساعد تشينج، وده لأنه حاسس بالذنب لما تخلى عنه. وبعدها بيعرفهم دابياو إنه لقى الفرصة المناسبة للهروب، وبيقول لهم إن السجن هيحتفل بذكرى تأسيسه بعد 3 أسابيع، وبيفهمهم إنها هتكون فرصة مناسبة عشان يهربوا من السجن. فبيتصدم تشينج من كلامه، وده لأنه هيخرج بعد أسبوع واحد. وساعتها بتجيله فكرة وبيتخانق مع دابياو في الحمام، وفعلا بيتعاقب وبيتحكم عليه بالسجن لفترة أطول. وبعدها بيجتمع تشينج مع دابياو والسلطعون وبيعرفهم إن الطريقة الوحيدة عشان يهربوا من السجن هي إنهم يستخدموا أنابيب المية اللي بتصب على البحر. وقتها بيطمنهم دابياو وبيعرفهم إنه هيتفق مع صاحب مركب وهيخليه يستناهم في البحر عشان ينقلهم للشط. وبيقول لهم تشينج إنهم محتاجين حبال عشان يستخدموها وهم بينزلوا من الأنابيب على المركب، وبيبدأ السلطعون يصنعها من لبس المساجين. وبعدها بتحصل خناقة في السجن، وبيقدر دابياو إنه يسرق مفاتيح أوضة الغسيل عشان يدخل لأنابيب المية عن طريقها. وفي نفس الوقت بيصنع تشينج قنابل عشان يشتت بيها الحراس ويقدروا يهربوا، وبيملوا البلالين بغاز قابل للاشتعال عشان تتفاعل مع القنابل وجرس الإنذار يضرب. وبعد كام يوم بيجي وقت الاحتفال، وبيولع
بيولع تشينج في سفنج جنب البلالين وبيحصل انفجار قوي جدا في المكان، وبيستغل هو والسلطعون ودبياو حالة الفوضى اللي في المكان وبيهربوا عن طريق فتحات التهوية. وفي الوقت ده بيلاحظ شرطي ان في 3 مساجين مختفيين، فبيبلغ باقي الحراس وبيطلب منهم يدوروا عليهم في كل مكان. واثناء ما تشينج بيحاول يهرب بيجرح رجله في حديدة وبيفضل يتألم، لكن بيستحمل الوجع وبيكمل طريقه. وبينزلوا في المطبخ وبيقعد السلطعون يعالج جرحه. وفي اللحظة دي بنشوف دبياو وهو بياخد سكينة وبيخبيها، وبنعرف انه عاوز يغدر بيهم بعد ما ياخد الذهب. وبعد شوية بيكملوا طريقهم وبيوصلوا لأنابيب المية وبيشوفوا جدار قدامهم، فبيستخدم تشينج غاز المستنقع، وده اللي بينتج من مخلفات السجن وأنابيب الصرف، وبيعمل انفجار كبير جدا وبيدمر الجدار. وبيفرحوا جدا لما بيشوفوا البحر قدامهم والمركب مستنيهم. وفي اللحظة دي بيمسك دبياو السكينة وبيحاول يموت السلطعون، بس تشينج بيشوفه وبياخد الضربة مكانه. فبيهجم السلطعون على دبياو وبتحصل خناقة قوية بينهم، وبيكون دبياو قوي جدا وبيضرب السلطعون وبيكسر ايده وبياخد الحبل عشان يهرب من المكان. وفي الوقت ده بيفوق تشينج وبنعرف ان الضربة جت في الخشبة الأثرية اللي كانت مع الذهب، وبيحاول تشينج انه يطعنه لكنه ما بيقدرش. فبيسحب دبياو السلطعون عشان يرميه في البحر ويخلص عليه، لكن بيتعلق السلطعون في حبل وبيقدر تشينج انه يمسكه قبل ما يقع. وفجأة بيمسك السلطعون في دبياو وبيرميه من فوق، بس لحسن حظه بيمسك في الحبل اللي متعلق في الذهب. وساعتها تشينج بيكون مش عارف يعمل ايه، وبيفكر يتخلى عن صاحبه وياخد الذهب ولا ينقذ صاحبه ويتخلى عن الذهب. وفي اللحظة دي بيفتكر تشينج ذكرياته الجميلة مع السلطعون، وبيقرر انه يسيب حبل الذهب وينقذ صديقه. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة لمكانهم وبتقبض عليهم، وبعدها بيتكلم شرطي مع تشينج وبيفهمه انهم قدروا يوصلوا لكل الذهب اللي وقع في المية، وبيقول له انهم اتأكدوا ان الذهب ملك لاجداده. وبيفرح تشينج جدا لما بيعرف انه هياخد الذهب من الشرطة اول ما يخرج. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ فيلم باتل رويال بمجموعة صحفيين وهم رايحين لمقر الجيش الياباني عشان يعملوا لقاء صحفي مع بنت صغيرة كسبت في لعبة باتل رويال. ودي لعبة بتنظمها الحكومة اليابانية كل سنة، وبتبعت الطلبة في المدارس لجزيرة مهجورة وبيخلوهم يخلصوا على بعض لحد ما يتبقى واحد بس هو اللي بيكسب في اللعبة وبيرجع لحياته الطبيعية. بنروح بعدها لشاب اسمه شويا وهو بيعيط لأن أهله كلهم ماتوا بقى وحيد. وبعد فترة بنشوف شويا وهو رايح رحلة مع صحابه في المدرسة، وبتيجي صديقته نوريكو اللي معجبة بيه وبتديله هدية بمناسبة عيد ميلاده، فبيشكرها شوية على الهدية وبيتصور معاها. وفجأة بيدخل أتوبيس المدرسة في نفق ضلمة وبينام كل الطلبة في الأتوبيس لمدة 5 ساعات. وبعد شوية بيصحى شوية وبيلاقي زمايله كلهم متخدرين ونايمين، وأول ما بيقوم من على الكرسي بتيجي واحدة لابسة قناع وبتضربه على راسه وبتخليه يفقد الوعي. وبالليل بيفوق كل الطلبة وبيلاقوا نفسهم محبوسين في مخزن قديم وفي طوق مربوط على رقبتهم. ولما بيبصوا في الشباك بيلاقوا طيارات وجنود جيش محاصرين المكان اللي هم فيه. وفجأة بيلاقوا كيتانو المدرس بتاعهم داخل عليهم وبيعرفهم انهم هيلعبوا باتل رويال ولازم يخلصوا على بعض لحد ما يتبقى واحد بس هو اللي يفوز في اللعبة. فبيسخروا من كلامه وبيكون فاكرين انه بيهزر معاهم، ولكن بتتغير ملامحهم اول ما بيوريهم كيتانو جثة مدرس التاريخ بتاعهم، وبيعرفهم انه خلص عليه عشان اعترض على قانون اللعبة، وفي حالة لو اعترضوا على كلامه هم كمان هيخلص عليهم زيه. فبيقلق الطلبة من كلامه وبيخافوا. وبعدها بيشغل لهم كيتانو فيديو على التلفزيون فيه كل قوانين اللعبة وبيحذرهم ما يتكلموش عشان يفهموا كل القوانين. وقتها بتظهر بنت على التلفزيون وبتقول لهم انه تم اختيار الفصل بتاعهم عشان يلعبوا لعبة باتل رويال، وانهم دلوقتي موجودين على جزيرة مهجورة عشان يبدأوا اللعبة. وفجأة بيسمع كيتانو صوت بنت بتتكلم مع صديقتها، فبيحدف عليها سكينة وبتيجي في راسها وبتموت. فبيتفزع كل الطلاب وبيحاولوا يهربوا من المكان عشان ما يموتوش هما كمان، ولكن الجنود بيمنعوهم وبيضربوا عليهم نار عشان يخوفوهم. وبعد لحظات بيشغل كيتانو الفيديو مرة تانية، وبتبدأ البنت تعرفهم على قوانين اللعبة وبتقول لهم ان الجزيرة اللي هم فيها متقسمة على أجزاء، وكل ما هيعدي 6 ساعات هيبدأ كيتانو يزعلهم في الراديو عن الأماكن الخطيرة اللي هيكون فيها قنابل واللي لازم يبعدوا عنها عشان محدش فيهم يموت. وبتعرفهم كمان ان الطوق اللي في رقبتهم ده ضد الكسر، ووظيفته يحدد مكان كل الطلبة اللي موجودين في اللعبة، وكمان بيحدد إذا كانوا عايشين ولا لا، لأنه في حالة لو حد منهم خالف قوانين اللعبة الطوق هينفجر في رقبته وهيموت. فبيخاف واحد من الطلبة وبيعترض على قوانين اللعبة، وبيطلع كيتانو ريموت كنترول وبيشغل الطوق اللي في رقبته عشان ينفجر. فبيتفزع الطالب وبيفضل ينادي على زمايله عشان يساعدوه لحد ما بتنفجر القنبلة في رقبته وبيموت. وساعتها بينهار شوية لأنه الطالب ده كان صاحبه، فبيقول
له كيتانو إنه حذرهم من الأول إن أي حد هيعترض على القوانين هتكون نهايته الموت. وأخيرا بيعرف الطلبة من البنت اللي بتشرح القوانين إنهم لازم يخلصوا على بعض في أسرع وقت، لأن مدة اللعبة 3 أيام بس، وفي حالة لو محدش فيهم فاز في خلال الوقت ده الضوء هينفجر في رقبتهم كلهم وهيموتوا. وبعد ثواني بيدخل الجنود ومعاهم شنط كتير، وبتبدأ البنت تنادي على أساميهم واحد ورا التاني عشان ياخد شنطة من الشنط دي، واللي بيكون موجود فيها مية وأكل وخريطة فيها كل المناطق اللي في الجزيرة، وكمان سلاح عشوائي عشان يبدأوا يخلصوا على بعض، وكل واحد ليه سلاح مختلف. وبعدها بيخرج كل الطلاب من المخزن عشان يبدأوا اللعبة، ومن ضمنهم شويا اللي بيكون مستني صاحبته نوريكو بره. وفجأة بيلاقي بنت جاية تستنجد بيه، وأول ما بيقرب منها بيلاقيها ماتت وفي سهم في رقبتها. فبيتفاجئ شويا إن في طالب بيقرب عليه وعاوز يموته، فبيحدفه بالكشاف اللي معاه عشان يشتته. وأول ما بتيجي نوريكو بياخدها وبيهربوا بسرعة لحد ما بيوصلوا لمكان آمن. وبعدها بيلاحظ شويا إن في جرح في إيد نوريكو بيحاول يعالجها، فبتشكره على مساعدته ليها، وبتقوله إنها خايفة جدا لأن كل الطلاب اللي معاهم في اللعبة دي بيكرهوها وكانوا بيتنمروا عليها في المدرسة. فبيحاول شوية يطمنها وبيوعدها إنه هيحميها. في اللحظة دي بنشوف 5 طلاب وهم محاصرين طالب اسمه كيري وعاوزين يخلصوا عليه، وفجأة بيشد منهم كيري البندقية وبيخلص عليهم كلهم، وبعدها بياخد أسلحتهم وبيمشي. وفي الوقت ده بتروح بنت اسمها ميتسوكي لزميلتها عشان تطمن عليها، وبتلاقيها ماسكة سلاح صاعقة وخايفة منها، فبتحاول ميتسوكي تهديها وبتوعدها إنها مش هتأذيها. وفجأة بتاخد منها سلاح الصاعقة بتاعها وبتخلص عليها بالمنجل اللي معاها، وبتقول لها إنها لازم تكسب في اللعبة دي علشان تعيش. تاني يوم بيعلن كيتانو في الميكروفون عن أسماء الطلبة اللي ماتوا، وبيقولوا إنه فاضل 28 طالب من أصل 41، وكمان بيقول على أماكن الخطر اللي موجودة في الجزيرة، وبيحذر الطلاب إنهم لو راحوا الأماكن دي هيموتوا لأنه في قنابل كتير هناك. فبيبدأ شوية ونوريكو يحددوا الأماكن دي على الخريطة عشان يبعدوا عنها، ولما بيتحركوا من مكانهم بيلاقوا واحد جاي ناحيتهم وعاوز يخلص عليهم بالفاس اللي معاه، فبيحاول شوية يدافع عن نفسه وبيتخانق معاه لحد ما بيقعوا هما الاتنين على الأرض. وبيتفاجئ شوية إنه الولد مات والفاس دخل في راسه بالغلط، فبيتصدم من المنظر وبيكون مش مصدق إنه تسبب في موت بني آدم. وفجأة بيظهر طالب تاني وبيكون عاوز يخلص عليه هو ونوريكو، ولكن لحسن الحظ بيجي واحد اسمه كودا وبيخلص عليه بالبندقية اللي معاه وبينقذهم في آخر لحظة. وبعدها بيهددهم إنه هيخلص عليهم لو ما سلموش الأسلحة اللي معاهم، فبيقول له شوية إنهم مش معاهم غير كشاف وغطا حلة. وفي النهاية بيقرر كودا ما يخلصش عليهم ويتعاون معاهم عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم ضد الطلبة اللي عاوزين يموتوهم في اللعبة. وفجأة بيسمعوا صوت بنتين بينادوا عليهم من بعيد وبيقولوا لهم إنهم خايفين وعاوزين ينضموا ليهم. وقبل ما يكملوا كلامهم بيجي كيري وبيخلص عليهم، وبيكون ده نفس الشاب اللي خلص على ال5 شباب لوحده. فبيتصدم شوية وبيكون عاوز يروح يخلص على كيري عشان ينتقم للبنتين لأنهم كانوا صحابه، ولكن كودا بيمنعه وبينصحه ما يروحش هناك لأنه مش معاه سلاح يدافع عن نفسه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بنشوف ميتسوكي البنت اللي موتت صاحبتها بالمنجل وهي رايحة البيت مهجور عشان تستخبى فيه، فبتلاقي بنت واقفة وراها وبتهددها بمسدس وبتاخد منها المنجل بتاعها، فبتنهار ميتسوكي وبتترجاها ما تموتهاش، وفجأة بتهجم عليها وبتوقعها على الأرض وبتاخد منها المسدس بتاعها وبتخلص عليها. في اللحظة دي بيتحرك شوية ونوريكو عشان يدوروا على مكان آمن يستخبوا فيه، وفجأة بتقع نوريكو على الأرض وبتفقد الوعي بسبب الجرح اللي في دراعها، فبيشيلها شوية وبيدور على مكان عشان يعالجها فيه. وبالصدفة بيلاقي قدامه بيت مهجور، وأول ما بيدخل بيلاقي كودا قدامه وبيساعده بيعالج نوريكو. بنروح بعدها لمجموعة طلبة بيخططوا إنهم يخترقوا السيستم العسكري عشان يهربوا من الجزيرة من غير ما يخلصوا على حد من زمايلهم. وبالصدفة بيكتشف طالب اسمه ديفيد إن في جهاز تصنت موجود في الطوق اللي هم لابسينه، فبينادي على أصحابه وبيكتب لهم على اللابتوب إنهم متراقبين، وبيطلب منهم ما يتكلموش نهائي عشان محدش يكشف خطتهم. وبعدها بيكتب لهم حاجات يجيبوها بسرعة عشان يعملوا قنابل ويفجروا بيها الجزيرة بعد ما يخترق السيستم بتاع الجيش. وبعد مرور 6 ساعات بيعلن كيتانو عن الطلبة اللي ماتت في اللعبة، وبيقول إنه فاضل 20 طالب بس، وبيعرفهم إنه هيزود أماكن الخطر، وده معناه إن اللعبة هتتصعب أكتر وإن الطلبة هيكونوا قريبين من بعض ومحدش فيهم هيقدر يستخبى من التاني. في الوقت ده بيكون شوية ونوريكو قاعدين بياكلوا وبيسألوا كودا ليه ساعدهم ورفض يموتهم مع إنه كان قدامه فرصة يعمل كده،
فبيقول لهم كودا انه دخل اللعبة دي مع حبيبته من سنتين وكسب فيها، وساعتها الجيش خلصوا على حبيبته قدام عينه لانه شخص واحد بس اللي لازم يكسب. ومن ساعتها وهو بيفكر في طريقة ينتقم بيها من الجيش على اللي عملوه، لحد ما جات له فكرة انه يتنكر ويدخل المدرسة بتاعتهم عشان يقدر يشترك في اللعبة مرة تانية ويفجر الجزيرة كلها. وبيعرفهم انه عارف طريقة للخروج من الجزيرة وهيساعدهم يخرجوا منها بعد ما يزرع القنابل في الجزيرة ويتأكد انها تنفجر. وقبل ما يكمل كلامه بيسمعوا صوت ضرب نار، وبيلاقوا كيري بيجري ورا طالب وبيخلص عليه وبيقطع راسه بالسيف اللي معاه. وبعدها بيحاول يدخل البيت اللي هم فيه، ولما بيسمع صوتهم بيحدف عليهم قنبلة، فبيتفرقوا هما التلاتة عشان القنبلة ما تجيش فيهم. ولما بتنفجر القنبلة بيروح شويا يواجه كيري وبيضرب عليه نار، وبيخرج بره البيت عشان يستدرك كيري ويبعدوا عنه ريكو. وفعلا بتنجح خطته، وبيفضل كيري يجري وراه لحد ما بيقع شويا على الارض. ولما بيضرب عليه نار بيلاقيه لابس واقي رصاص وللاسف ما بيتأثرش. فبيجي واحد صاحبه اسمه جيمورا وبيمسك كيري عشان يديله فرصة انه يهرب، وبالفعل بيهرب شويا وبينط في البحر، وبعدها بينط جيمورا هو كمان. وتاني يوم بيصحى شويا وبيلاقي نفسه في منارة الجزيرة، وبيكون في مجموعة بنات مستخبيين هناك وهم اللي انقذوه بعد ما خرج من البحر. وبيكون من ضمنهم بنت اسمها ليزي، واللي بتكون قاعدة جنبه اول ما بيفوق، وبتعرفه انه فاضل 15 واحد بس على الجزيرة، فبيشكرها شويا على مساعدتها ليه. وبعدها بتروح ليزي تتكلم مع صحابها وبتخليهم يعملوا له اكل، وبتحط له واحدة منهم سم في الاكل عشان تنتقم منه وتموته، لانها شافته وهو بيتخانق مع حبيبها اللي كان ماسك فاس وفاكرة انه هو اللي خلص عليه. ولكن بتيجي واحدة من صحابها وبتاكل من الاكل بالغلط وبتتسمم وبتموت قدامها. وقتها بيترعب البنات من المنظر وبيبدأوا يشكوا في بعض وبيتخانقوا، بيخلصوا على بعض بالنار وبيموتوا كلهم ما عدا البنت اللي حطت السم، واللي بتكون منهارة من المنظر وحاسة بالذنب عشان هي السبب في موت صحابها. فبتروح تعتذر لشويا وبتطلع لسطح المنارة وبترمي نفسها. في اللحظة دي بتكون نوريكو قاعدة بتتكلم مع كودا وبتقول له انهم لازم يخرجوا يدوروا على شويا، فبيرفض كودا وبيقول لها انهم قريبين من منطقة الخطر وما ينفعش يتحركوا من مكانهم في الوقت الحالي. فبتصمم نوريكو على رأيها وبتطلع تجري لحد ما بتقابل ميتسوكي في طريقها، وبتلاقيها بتطلع المسدس بتاعها وعاوزة تخلص عليها. ولكن فجأة بيجي المدرس كيتانو بيقرب ناحيتهم، فبتخاف ميتسوكي وبتطلع تجري. وبعدها بيجي شويا وبيكون مش قادر يمشي، وبيقول لنوريكو انه جاب لها اسلحة عشان تدافع بيها عن نفسها، لانه للاسف مصاب ومش هيقدر يدافع عنها نهائي. بنروح بعدها لجيمورا وهو بيدور على حبيبته في مخزن مهجور، وفجأة بيلاقيها مستخبية وبتخرج تخلص عليه لانها كانت فاكرة انه جاي عاوز يموتها. ولكن بتتفاجئ انه كان بيدور عليها عشان يحميها، وقبل ما يموت بيقول لها انه بيحبها. فبتتصدم حبيبته وبتفضل تعيط عليه لحد ما بتيجي ميتسوكي وبتخلص عليها. وفجأة بيظهر كيري وبيضرب عليها نار، فبتمثل ميتسوكي وبتعمل نفسها ميتة. واول ما بتلاقي كيري جاي ياخد السلاح بتاعها بتهجم عليه وبتضربه بالمنجل، ولكن بتتفاجئ انه لابس واقي ضد الرصاص ومش بيتأثر، واخيرا بيضرب عليها نار وبيموتها. وبكده يكون فاضل 8 طلاب بس على الجزيرة، وللأسف ما فاضلش غير يوم واحد بس واللعبة تنتهي. فبيقرر كودا ينفذ خطته وبيخرج من الجزيرة هو وشويا ونوريكو قبل ما يجي حد يخلص عليهم. في الوقت ده بينجح ديفيد في اختراق السيستم بتاع الجيش وبيقدر يعطل أنظمتهم لمدة 15 دقيقة، وكمان بيقدر هو وزمايله يعملوا قنابل من الحاجات اللي جمعوها، وبيشحنوا القنابل دي في العربية عشان يفجروا مقر الجيش ويهربوا. ولكن فجأة بيجي كيري وبيضربهم بالنار وبيخلص عليهم، وبالغلط بيضرب ديفيد طلقة في عربيات المتفجرات وبيولع في المبنى وبيموت. وبكده بيكون كيري هو الوحيد اللي لسه عايش، ولكن بيكون اتعمى تماما ومش شايف اي حاجة. وبعد شوية بيجي شويا هو واصحابه وبيشوفوه هو ماشي وسط النار ومش شايف حاجة، وبيكتشفوا انهم اخر 4 على الجزيرة. وساعتها بيسمع كيري صوتهم وهم بيقربوا ناحيته، وبيضرب نار بشكل عشوائي لحد ما بتيجي رصاصة في رجل كودا وبيقع على الارض. فبينفعل كودا وبيضرب نار على الطوق اللي في رقبة كيري وبينفجر الطوق وبيموته. وبعدها بيقعد يستريح هو وشويا ونوريكو وبيقول لهم انهم اغبياء عشان صدقوه وكانوا فاكرين انه عاوز يساعدهم، ولكن الحقيقة انه كان بيستغلهم عشان يقدر يتخلص من كل الطلبة اللي في لعبة باتل رويال، وفي الاخر يخلص عليهم بسهولة. في اللحظة دي بيكون كيتانو سامعهم من خلال جهاز التصنت اللي في الطوق، وفجأة بيسمع صوت ضرب نار وبيعرف ان كودا خلص عليهم. وساعتها بيمشي كل الجنود من الجزيرة ما عدا كيتانو
بيفضل قاعد مستني كودا لحد ما يوصل للمقر. وأول ما بيجي كودا بيطلع كيتانو مسدسه وبيهدده إنه هيخلص عليه، وبيقول له إنه عارف كل حاجة وعارف إنه دخل اللعبة دي بمزاجه عشان ينتقم لحبيبته اللي ماتت. ولكن قبل ما يكمل كلامه بيلاقي شويا ونوريكو داخلين عليه، وبيكتشف إنهم كانوا بيمثلوا إن كودا خلص عليهم عشان يقدروا يهربوا هما التلاتة. فبيوريهم كيتانو لوحة مرسوم فيها كل الطلاب وهم ميتين ما عدا نوريكو، لأنه كان عاوزها هي اللي تكسب في اللعبة، وده عشان هي الطالبة الوحيدة اللي كانت بتحترمه في المدرسة على عكس كل الطلبة اللي كانوا بيكرهوه وبيكرهوا التعليم أساسا. وساعتها بيطلب من نوريكو إنها تخلص عليه، وبيهددها إنها لو ما عملتش كده هيخلص عليها فورا. فبيضطر شوية يخلص عليه عشان يحمي نوريكو، وبيتفاجئوا إن المسدس اللي كان مع كيتانو فيه مية وما كانش عنده نية يموتهم أساسا. فبيفكوا الطوق من على رقبتهم وبيركبوا مركب وبيهربوا هما التلاتة لحد ما بيخرجوا من الجزيرة. وفجأة بيقع كودا على الأرض وبيموت لأنه كان نزف كتير جدا بسبب الجرح اللي في رجله. وبعد أسبوع بتنشر الصحف صور لشويا ونوريكو لأن مطلوب القبض عليهم بتهمة قتل الأستاذ كيتانو. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.